إن الحمد لله نحمدك يا ربنا ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عبد الله أمة الله، غير الشهيد يحيا مع من؟ والشهيد يحيا عند من؟ غير الشهيد يحيا مع الإنسان، مع بني جنسه. أما الشهيد فهو حي عند المولى سبحانه وتعالى. غير الشهيد يحيا مع من؟ والشهيد عند من؟ فهم أحياء بذكر الله لهم عنده، فهم أحياء بذكر الله لهم عنده، عليهم رداء الهيبة، وهم في ظلال الأنس بالله سبحانه وتعالى. فما أروعها وأمتعها من حياة تلك الحياة التي تكون عند الله أحياء فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء. ما تصعبش عليك، ما تبكيش على فراق هذا الشهيد، فهم أحياء فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء، أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم. ثم هم بعد أحياء مكرمون عند الله، مأجورون أكرم الأجر وأوفاه. فعن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من فتنة القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. هذا هو الشهيد. أول نقطة دم تنزل منه ربنا يغفر له، يزوج ب72 زوجة من الحور العين، يأمن من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر، أي من يوم القيامة، من الذين يأمنون من الفزع الأكبر الشهداء. وهذا الشهيد يشفع ل70 واحد من أهله، يعني هو داخل الجنة: يا رب أنا هاخد معايا 70 واحد من أهله ياخدهم وهو داخل الجنة. هذا هو الشهيد، وتلك هذه المكانة، يشفع ل70 من أهله. وقام يزيد بن شجرة أحد الصحابة، قام يزيد بن شجرة في أصحابه فقال: إنها أصبحت عليكم وأمست ما بين أخضر وأحمر وأصفر، وفي البيوت ما فيها، فإذا لقيتم العدو، يعني كل واحد في بيت أيا كان البيت، لو الراجل طلع المجاهد لقى العدو ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ فإذا لقيتم العدو غدا فقدوما، يعني اطلعوا، محدش يخاف، محدش يجري، ده انت بتجاهد في سبيل الله، ده انت واقف بتحمي الوطن. قدوما، لا تفر من أرض المعركة. فقدوما، فإني سمعت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: ما تقدم رجل من خطوة
أي يجاهد في سبيل الله. ما تقدم رجل من خطوة إلا تقدم إليه الحور العين، فإن تأخر تأخرنا منه. يعني الواحد طالع يجاهد في سبيل الله، كل خطوة بيطلعها في سبيل الله واحدة من الحور العين تقرب له، ولو رجع خطوة الحور العين ترجع. فإن تأخر تأخرنا منه. وإن استشهد كانت أول نطحة كفارة خطاياه، أول نقطة دم. وتنزل إليه 2 من الحور العين فينفضان عنه التراب ويقولان له مرحبا آن لك. دي من الحور العين ينزلوا مباشرة بعد ما يموت، ينفضوا عنه التراب ويخلوا هدومه حلوة وشكله حلو ويقولوا له مرحبا قد آن لك، احنا بقينا ملكك، مرحبا قد آن لك. فيفرح ويقول لهم أيضا مرحبا قد آن لكما، يعني زي ما أنا بتمتع بيكم انتوا الآخرين هتتمتعوا بالشهيد. تخيل حور العين تتمتع، تبقى فرحانة إن هي معاها شهيد. مرحبا قد آن لك، ويقول مرحبا قد آن لكما. فلقد فاز الشهيد أيها الأحبة الكرام، فلقد فاز الشهيد بوصال من خلقت من النور ونشأت في ظلال القصور مع الولدان والحور في دار النعيم والسرور. والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه، حوراء عيناه جميلة حسناء بكر عذراء كأنها الياقوت لم يطمثها إنس قبلك ولا جان، لم يطمثها إنس قبلك ولا جان. كلامها جميل وقدها قويم وشعرها بهيم، الحور العين وشعرها بهيم وقدرها عظيم، جفنها فاتر وحسنها باهر وجمالها زاهر ودلالها ظاهر. كحيل طرفها جميل ظرفها، عجب نطقها عجب خلقها زاهية الحلى بهية الحلل كثيرة الوداد عديمة الملل. عمرك ما هتمل منها أبدا طول ما انت قاعد معاه. عديمة الملل قد قصرت طرفها عليك فلم تنظر سواك وتحببت إليك بكل ما وافق هواك. لو برز ظفرها لطمس بدر التمام، ولو ظهر سوارها ليلا لم يبق في الكون ظلام. دراعها بس أو الحلقة اللي هي لابساه لو طلع في الظلمة ما فيش هيبقى ظلمة أبدا في الدنيا. لو ظهر سوارها ليلا لم يبق في الكون ظلام، ولو بدا معصمها لسبى كل الأنام، ولو أطلعت ظهرت بين السماء والأرض لملأ ريحها ما بينهما، ولو تفلت في البحر المالح عاد كأعذب الماء. تخيل بحر مالح مجرد بس الحور العين تدفل فيه هيبقى أفضل ماء عذب، ولو تفلت في البحر المالح عاد كأعذب الماء. كلما نظرت إليها ازدادت في عينيك حسنا، وكلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن حسنا. أيعقل بعاقل أن يسمع بهذه ويقعد عن وصالها؟ كيف وله في الجنة من الحور العين أمثالها. واعلم أيها الشهيد أن فراق زوجتك تلك لا بد منه وكأنه قد وقع، والجنة إن شاء الله تجمع بينكما أيها الأحباب. عندما تجلس زرقاء اليمامة في فناء البيت ترنو للبعيد أي تنظر للناس، ترقب الأشياء والأسماء في الأفق المديد. لن ترى أكبر من وجه الشهيد. إن الحب وقف للشهيد. سكبوا الماء على الأرض وقالوا ينبت الزرع يدر الضرع يحيا الناس في يسر. وإذا في الأفق مكتوب بخط النسخ والرقعة والكوفي بالحرف الكبير إنما الإنبات والإخصاب واليمن وطيب العيش يأتي كل أرض عرفت قدر الشهيد. النساء زغردوا
المرأة، النساء زغردوا، غنوا، صاحوا، فرحوا. الرجال وزعوا الحلوى وأقروا الضيف، أكرموا الضيف، جادوا، وإذا بالصوت يأتي في هدوء وعلو وانتصار. إن عرس الشعب في يوم الشهيد، إن عرس الشعب في يوم الشهيد. الناس بمديد العمر، بالأموال، بالأهل، بالعلم، تباهوا، كلهم يحرص أن يبقى له ما عنده، كلهم يخشى من الحرمان، من فقد المتاع. ووقفت أم الشهيد فاعترى الناس وجوم وارتياع، وشوش الناس اتغيرت، زفرت زفرة قهر، ووقفت وقفة ثبات، وقفت وقفة نصر. ثم قالت: كلكم عبد الأماني، كلكم عبد الأماني، كلكم يشكو ويعان، كلكم يجمع والجامع والمجموع فيها فانيان. وأنا أعطيت لم آخذ، وهذا واجبي وواجب كل أم دون امتنان. ووحيدي ووليدي وحبيب الله في الخلد مقيم، في الجنان. ويبقى الشهيد يا أمة الإسلام رمزا للفداء، وتبقى أم الشهيد رمزا للصبر والاحتساب والتضحية، وهما وجهان جليلان يستحقان التمجيد. الأم تعيش الصراع النفسي في استشهاد ابنها، وقد يكون الوحيد والابن أو الشهيد يقرر ويودع